السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بعد غياب شوية. أوضاع النادي ما كانتش مساعدة عموما يعني، وأنا مش بحب أقعد أتكلم في حاجات بره الكورة كتير يعني. طبعا التوقف وحالة الفرقة، هو الصراحة الناس آخر السنة لما الماتش خلص بتاع فاركو، آخر ماتش في الموسم، الناس قالت بريك بقى، يعني بريك. وللأسف الفرقة خدت بريك أطول شوية لظروف الاقتصادية واستقالة المجلس السابق واللي حصل يعني من اللخبطه شويه صغيرين اللي هي حصلت في النادي يعني. فاللعيبه ما قبضتش، ولما اللعيبه ما قبضتش ما بدأناش فتره الاعداد، والمدرب ما قبضش الا متاخر قوي لما الناس اتدخلت ودفعت له جزء من مرتبه يعني. كان في لخبطه ودوشه كده. فاللي حصل ان يعني اتاخرنا في فتره الاعداد لدرجه ان هي ما كملتش اسبوعين حتى. يعني احنا لعبنا يوم 16، اعتقد احنا كنا بادئين يوم 4 أو 5 في الشهر الاعداد يعني. فالفرقه ما لحقتش خالص. خلينا نروح للفرقه والماتش، بس خلينا نتكلم الاول شويه في اوضاع النادي. احنا المفروض ان احنا دلوقتي في فتره حرجه شويه في تاريخ النادي يعني، لفكره ان مجلس الاداره على الورق يعني اللي كان منتخب استقال يعني وان المفروض بس الحقيقه ان الجرائم اللي كان عملها الناس دي اللي مشيت، هو ما كانوش مجلس اداره عشان ما نضحكش على بعض. هو النادي كان عباره عن 3 اشخاص يعني، هو كان مرتضى منصور وولاده، هم النادي. ما مجلس الاداره ده لا كان بيتكلم ولا كان ليه راي ولا كان حد فيهم مؤثر اصلا، ولا شفنا حد غير يمكن في الاخر احمد دعبس لما مرتضى طلع بره المشهد وطلع خبط برضه في الناس، اتكلم بلسانهم يعني ما كانش في حد يعني منهم لا ليه راي ولا بيتكلم، ولا فيهم حد حتى بينطق حتى، او مش هقول لك ماسك ملف مثلا زي الكلام اللي بنسمعه دلوقتي وبتاع. فبالتبعيه فكره ان الناس شايفه ان النادي في ازمه لان بيديروا لجنه من 3 افراد، اللي هم الراجل الاهلاوي ده اللي هو عماد البناني ده، ومعاه الاستاذ احمد فؤاد وطن، والراجل اللي ماسك القطاع الرياضي انا مش متذكر الاسم قوي، هو بس برضه من نجوم نادي الزمالك السابقين في الكاراتيه تقريبا يعني. المفروض تبقى شايف ان في دروب. هو الحقيقه مفيش دروب يعني. هو الزمالك خسر ماتش في افريقيا قدام فرقه قليله اللي هي فرقه اللي هي سولار الجيبوتي دي. ارتو سولار دول احنا خسرنا 2-0 بره ملعبنا وبقينا مهددين جدا. بس بعد كده ما احنا ما سمعناش اي شتيمه ولا خناق ولا تخبيط في المدرب ولا تخبيط في اللعيبه ولا يعني. زيزو وفتوح غابوا على الماتش، ولحد دلوقتي الكلام على اصابات. بس طبعا انا شاكك في موضوع الاصابات يعني، عندي علامات استفهام كتير على الموضوع يعني، وعندي معلومات بخصوص فتوح، بس انا مش حابب اتكلم يعني اخش في القصص دي يعني. ووجود زيزو والفلوس يعني والحوارات اللي اتقالت، بس في النهايه ما حدش اتكلم. وبيبقى يعني نص المشكله دايما، يعني نص المشكله دايما في فكره ان الموقف يعدي من غير كلام. يعني السنه اللي فاتت ماتش الداخليه اللي هو كان يعتبر نهايه الموسم بالنسبه لنا، الموسم انتهى فعلا بالنسبه لنا يوم الداخليه، يوم ما رئيس النادي وابنه قرروا ان هم يخبطوا في احمد فتوح وعبد الله جمعه. ايا كانت المشكله اللي حاصله وقتها، الموضوع لو كان الناس سكتت بس، لو الناس عدوا اليوم من غير شتيمه ومن غير من غير اتهامات سواء باطله او حقيقيه يعني، لو اليوم بس عدى في سكوت وهدوء، كان الموسم هيكمل عادي جدا، وكان فريرا قادر ان هو يلم الفرقه، وكانت الدنيا هتهدى، وكان فتوح هيرجع يتدرب، وما كانش هيبقى مطلوب منه يعمل كشف منشطات وكشف مخدرات واللي حصل يعني. فاحنا عانينا الامرين على مدار السنين اللي فاتت من فكره ان احنا بس مجرد عدم وجودهم. يعني عارف لما يكون مثلا حد عيان مثلا يعني مثلا والعيا بيتشال منه، فالمريض ده مهما كانت حالته بعد العيا بيبقى افضل. هو ده اللي حصل للزمالك دلوقتي. هو المجلس ده كان مرض حقيقي، الناس دي كانت مرض، كانت وعيه يعني، النادي كان تعبان بيهم. بدل ما الاداره المفروض ان هي وجودها بيبقى مفيد، هم بالعكس هم كانوا بالناقص. يعني فرقه الكوره لما اتثابت مجرد اتعمل لها الاساسيات، مش هقول لك لجنه الكابتن حسين لبيب مثلا اللي هي جددت عقود وبتاع، انا بتكلم على لجنه اللي هو عماد عبد العزيز، حال اللعيبه كان احسن بكتير. يعني فكره ان بس ناس موجوده في النادي بتمشي الموضوع، اللي هو الورقه المطلوبه يمضيها، الفلوس اللي داخله بس يسال دي رايحه فين وجايه منين، زي حاله احمد ايمن منصور واحمد عيد، ان مثلا اللعيبه دي بتاعتنا طب هتمشي، طب هاتوا منهم فلوس، ما اعرفش هيجي من وراها فلوس، بس اللي هو بيتعمل البديهي. او على الاقل مثلا بنرفع تليفون على حد او بنسال مثلا اداري في فرقه الطايره نعمل ايه. فالفتره اللي احنا فيها دي، انا في الطبيعي ان احنا كنا شايفين النادي في حاله وحشه. الحقيقه ان النادي في حاله احسن بكتير من وجودهم. احنا يعني فرقه السله اهي مسافره بطوله وديه في قطر، مش بطوله رسميه. هل حد سمع ان فرقه السله لسه ما اتحجزلهاش؟
هل حد سمع ان فرقه السله رابطه قطر مجهزه باص ياخدهم من الوكره لحد الدوحه مثلا، زي ما حصل لفرقه اليد اللي سافرت لحد القطيف من الرياض بالباص؟ واي حد عاش في السعوديه فاهم المسافه عامله ازاي، وفاهم انها ما تتاخدش بالباص خالص. يعني فكره يعني جده او لحد الرياض ده طيران، وجده لحد الشرقيه ده طيران تاني. كان في جده مش كان في القاهره. فالنادي كان في ازمه حقيقيه، يعني النادي كان في ازمه حقيقيه. وبعدين النادي كان موقوف قيده في كل الالعاب واتفكت. هم لو كانوا موجودين انا كنت متاكد ان كان ممكن ما يتفكش قيده. يعني احمد الاحمر كان موافق يجدد من غير فلوس، كابتن احمد الاحمر طبعا كان موافق يجدد من غير فلوس، وما كانش راضيين يمضوا العقد. يعني احنا بنتكلم في مش مثلا ان حد هيوفر مقدمات عقود اللعيبه زي ما اتطلب مثلا او كده، او زي ما المستشار عطيه اتدخل في موضوع الباسكت وكلم الاتحاد وبتاع. كان في حاله من الاصرار على افشال النادي. يعني مجرد بس خروجهم من مشهد ان النادي ابتدى يتنفس رغم وجود فلولهم والناس اللي تبعهم في الادارات وبتاع. بس في النهايه مفيش اوامر بالتخريب. اللي كان حاصل كانت اوامر بالتخريب. يعني اللي كان حاصل كانت حاجه غريبه جدا. مش هخش في الانتخابات كتير، مش هتكلم في المواضيع كتير، بس انا يعني الطلب اللي الواحد يطلبه للناس هو فكره ان انت احنا النادي كان في ازمه بقاله سنين، ازمه هويه. الزمالك كان مشكلته ان الناس بتديره مش منتميه ليه. يعني في اوقات انت مثلا اي حد شغلته اي حاجه في النادي ممكن يجي على نفسه لو هو زملكاوي في شغله عشان خاطر النادي. مش هقول لك ايه على نفسه بشكل كبير. الزمالك كان في ازمه هويه، ازمه هويه لان الناس اللي موجوده في النادي مفيش ولا واحد فيهم كان ينتمي للنادي. مفيش ولا واحد فيهم حريص على مصلحه النادي. ممكن مصلحه النادي تيجي في سكتنا، انما حتى دي ما كانتش مهمه ليهم في الاخر. يعني فكره كل اللي مطلوب ان الناس ترفع عينيها وتشوف مين اللي عنده مشروع، مين اللي داخل. يعني قائمه كابتن حسين لبيب مثلا داخله قائمه كامله، ففي قائمه كامله مكونه من 1 2 3 4، وبيقول لك في ملفات مسؤولين عنها. مش هقول لك برنامج انتخابي وكلام كبير. في ناس نازله رئيس. طب انت فين المشروع بتاعك؟ فين الناس بتاعتك اللي هتنفذ مشروعك؟ سواء يعني هل انت جاي مع اي حد؟ يعني افرض الناس اللي جايه دي مش هينفع تتعامل معاها، مش هينفع تشتغل معاها. فانا وجهه نظري الناس تدور على الناس اللي هيبقى عندها مشروع، عندها انتماء للنادي ده قبل اي حاجه. ما تدورش على تنتخب حد عشان الشهره او علشان يظهر في المشهد، لان احنا عانينا من ويلات لمده 30 سنه بسبب شخص كان عايز يتشير وعايز يبقى بابليك فيجر على حساب النادي. والنادي اللي دفع، النادي اللي دفع من عمره ومن بطولاته ومن نجومه ومن جمهوره ويعني الموضوع كبير قوي، يعني ما نقدر نتكلم عليه من هنا السنه الجايه. نخش على ماتش بيراميدز، مش عايز اطول يعني. آه كل الناس قبل الماتش ما فيهم انا الصراحه. يعني الماتش غايب عليه فتوح وزيزو وعواد كمان كان مصاب بعد الفورمه الخزعبليه اللي فيها محمد صبحي اللي تسبب في خسارتنا في ماتش في الجول الاولاني يعني بخروجه. فالفرقه وبيراميدز المدرب بتاعه، يعني انا نادرا لما بسمع مدرب بيطلع يقول انا كل طلباتي اتنفذت. يعني انت لو جبت جوارديولا مثلا اللي هو في السيتي مش هيبقى قال اللي قاله باتشيكو. يعني هو الراجل قال كل طلباته اتنفذت، وعمل فتره الاعداد بتاعته اللي هو عايزها بره مصر وخد اللعيبه اللي عايزها واللي مش عايزها. يعني سيف فاروق ويوسف اسامه دول واخدينهم فوق البيعه، يعني ما عملوش بيهم حاجه. جابوا لعيبه من جوه مصر وبره مصر. جابوا هداف الكونفدراليه اللي هو فينستون مايلي ده اللي هو بدا، وجابوا الثلاثه بتوع بيراميدز اللي هو مصاب منهم رضا بوبو، وامبارح لعب محمد لاشين. حتى محمود مرعي ده ما لعبش اساسي. في حين ان الزمالك ما كانش عنده اي شيء. يعني الزمالك ما كانش عنده شيء. حتى المدرب اللي الناس كانت مخلصه الموسم مقتنعه بيه شويه، اللي اتعمل في ماتش افريقيا هز تماما قناعات الناس بيه. بس هو فضل الجزء بتاع ان المدرب مكمل. محدش شتمه يعني. محدش قال له ده يا بيه ده راجل عندي كافر ده، يعني ما اتقالش. يعني فضل اراء الجمهور. في ناس هاجمت المدرب بس على قد هجوم الافراد. ما هو في الاخر ده جمهور، فانت مش هتقدر تمسك لسان الجمهور، بس ينفع تمسك لسان رئيس النادي او لسان. فما حدش اتكلم، فالمدرب مكمل شغله. فالمدرب خد قرارات معينه بخصوص اللعيبه اللي بدات، لان هو حس ان كان في تقصير الماتش اللي فات. انا في تقديري هو ما كانش روتيشن. هو الراجل ما عملش روتيشن. هو الراجل انا وثقت في لعيبه واللعيبه خذلتني، فهو كان واخد قرار ان كله بره بره بره. ودي ساعات مديرين فنيين بيعملوها. ولو اتعملت في الناحيه الثانيه الناس هتقول لك ده نصر عظيم مؤزر يعني. فهو الراجل خد قرارات وبدا بالتشكيل اللي بدا بيه امبارح. محمد صبحي طبعا في حراسه المرمى، قدام محمود علاء، مصطفى الزناري. انا عندي مشاكل كبيره جدا مع مصطفى الزناري ومحمود علاء. انا مش قادر اعديها يعني مش قادر اعديها. مصطفى الزناري مدافع كارثي.
مدافع كارثي في كل حاجه. مدافع كارثي في الجون التاني وهو واقف، مدافع كارثي في ان هو اصلا بيندفع ويترقص، مدافع كارثي في ان هو مش عارف ماسك مين او واقف فين. يعني انا مش قادر افهم اللي شافه او عمل عليه سكاوتنج او دفع تقريبا رينج نص مليون دولار ولا مليون دولار للجيش. الارقام بتاعت الانتقالات مش واضحه على ترانسفير ماركت يعني، بس الارقام الدفع الكبيره، واداله المرتب اللي هو اداهوله حوالي 10 مليون جنيه، اللي هم اصلا الناس استكترتهم على لعيبه كانت اساسيه في الفرقه وكسبانه دوري يعني. شاف فيه ايه؟ يعني انا مش شايف ان هو مدافع اصلا ينفع يلعب في نادي الزمالك. يعني احنا كنا بنستجير من حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني. امبارح الزناري عامل ملحمه. ملحمه. الجون التاني ده اتقلب فيه كتاب، يعني الكره عاليه في الهواء وهو فضل جوه. يعني ممكن مثلا لعيب يقف مغطي الاوفسايد زي مصطفى الزناري عمل في الجون التاني، يكون مثلا بدافع ان هو سرح، الكره كانت سريعه، انما ده الكره اتعلقت في الهواء وكل اللعيبه طلعت وفضل هو واقف واخد صبحي بالحضن لحد ما غطى حتى مش ماسك رمضان. يعني لما جات لرمضان مثلا هو حتى مش ماسك حد، يعني انت مغطي الاوفسايد ومش ماسك حد. منظر غريب جدا. انا فضلت مستني اتاكد ان الجون اوف سايد، يعني انا في الاعاده ما كنتش متخيل ان رمضان واقف لوحده كده. فاللي اتعمل في الجون الثاني بتاع بيراميدز ده يعني مش ممكن، دي مش غلطه مدافع، دي غلطه يعني والله العظيم عيال صغيره عندها 6 و7 سنين ما تعملها يعني مش ممكن. اقل حاجه هيجري يمسك يبص الكوره رايحه فين وجايه منين، وكان معاه الوقت انه يصلح من مكانه ويصلح موقفه. احنا كنا بنتفرج على ماتش ارسنال ومانشستر يونايتد، مدافع بس خد خطوه وكانت الكوره سريعه طلع خلاها اوف سايد. فانت بالك بقى كوره اتعلقت في الهواء وراحت واحد لعبها بدماغه وانت واقف نايم جوه. انا مش عارف في ايه. محمود علاء. محمود علاء راجع، يعني محمود علاء راجع من حيث انتهى في السوق. كل الكور بتطلع على طرف ال 18، الكوره اللي هي مسكوا فيها اللي هي كانت الكوره طلعت او بره الملعب بتعمل تاكلينج ليه؟ بغض النظر ان هي اصلا انا مش شايفها الصراحه ضربه جزاء، يعني انا مش شايفها ضربه جزاء خالص، لان اللي هي مجرد ما عمل التاكلينج اللعيب رمى نفسه. بس انت في الدوري المصري ده الزمالك يعني حته واطيه، الناس هتستوطى حته وهتحسب اي كوره زي دي بينالتي، ممكن تلاقيك لابسها عادي جدا يعني. فانت كمدافع دولي المفروض ان انت اتقل اسم في اللعيبه اللي لعبت امبارح، يعني انت جنبيك المفروض انت اتقل واحد واكثرهم خبرات مع يمكن حمزه المسلوسي شويه يعني. فانت المفروض ان انت جاي تسعفنا، وعبد الشافي كان على وشك الاعتزال، فالمفروض ان اكتر واحد فيهم المفروض يكون لسه عنده خبراته محمود علاء. محمود علاء مهزوز جدا، مهزوز جدا، ورمى كرة جوه الملعب ولبس انذار في انذار بشكل غريب جدا. طب محمود ما تندفعش يعني مش عارف والله. يعني هو محتاج يقف مع نفسه، محتاج يستعيد ثقته بنفسه، محتاج يعني مش عارف والله. انا يعني حاله محمود علاء غريبه. المسلوسي لعب ماتش معقول جدا. عبد الشافي اللي هو طبعا احسن بفراسخ من حاتم سكر وهو بيعتزل في اخر ايامه، على الاقل قادر يقف على الكوره، على الاقل قادر يطلعها صح، على الاقل قادر يغطي، يعني في بديهيات كده بيعملها لعيب الكوره حاتم سكر الماتش اللي فات ما كانش عاملها يعني. قدامه بقى كانت مجزره نص الملعب اللي عاملها رؤى وعمرو السيسي. يعني رؤى يعني انا لحد دلوقتي مش قادر افهم ايه اللي عمله في الجون الاولاني. ليه عملت فاول؟ ليه عملت فاول؟ وليه كميه الباصات الغلط؟ وليه عمرو السيسي بيحط الكرة ويطلع يجري بيها؟ انا يعني مش فاهم والله. يعني هو من برضه من الحكمه ان انت تكون عارف قدراتك، يعني إيه سلم استلم سلم استلم. ايه فكره ان انت بتحط الكرة على رجلك وتطلع وسط 2 3 لعيبه من بيراميدز وبتطلع تجري؟ يعني مثلا مش مثلا بتطلع بترقص ولا بتاع، هي قدراتك. يعني انت متخيل ان هم هيوسعوا لك؟ يعني انا مش فاهم. كان اي حد بيحط رجله كان بياخدها يعني. ايه اللي اوساريو شايفه في روق او عمرو السيسي مش موجود في اي ناشئ؟ يعني ده على الاقل الناشئ هيبقى خايف ويطلع الكوره يعني. الواحد عدى عليه في مركز الارتكاز ده لعيبه سيئه كتير جدا. الزمالك شاف لعيبه سيئه كتير جدا جدا يعني. بس اللي بيعملوا اللي بيقدموا روق او عمرو السيسي مع بعض، خصوصا لما بيلعبوا مع بعض كمان يعني لما واحد فيهم بيبقى موجود مثلا والدنيا بتبقى اهدى شويه، مثلا بان فتوح بيلعب يمينه مثلا عمر جابر شماله مثلا زي ما حصل في البطوله العربيه، بيبقى مساحه العك اقل شويه، لان هو اصلا بيدور على حد يسلمه الكره ويخلص. انما اللي عامله عمرو السيسي واللي عم بيعملوا رؤى جنب بعض ان هم كل واحد فيهم بيبقى شايف نفسه ان هو اجمد من التاني، فبيبدا يعلي على التاني، واحد في الكور الطويله وواحد في عمل الفاولات وواحد في اللي حصل، يعني بيخلي خط النص عندنا الدنيا معكوكه مدعوكه. احنا الشوط الاولاني بيراميدز امتلك الكوره تماما، يعني امتلك الكوره تماما في كل مناطق الضغط في الملعب. كان بيراميدز بيضغط بياخدها واحنا خط وسطنا بائس جدا، وعمر جابر طبعا اختفى. يعني عمر جابر طبعا اختفى. انا شفت الشوط الاولاني ده واحد من اسوء الاشواط اللي شفتها للزمالك يعني. وبعدين لعبنا في الهجوم بايشو.
اللي طبعا حاول يمسك كوره وحاول يستلم وعمل كوره كانت عمر جابر ممكن يعني ما يوقفهاش يعني. وسيد عبد الله تحت ناصر منسي اللي هو برده لسه وزنه زايد ومش جاهز ومش فت. انا مش عارف والله يعني احنا شاريين لعيب من السنه اللي فاتت من يناير، دخلنا في الموسم الجديد واللعيب وزنه زايد ومش جاهز ومش فت. طب هتجهز امتى؟ يعني الشوط الاولاني بيراميدز هدد وما بيسجلش، هدد وما بيسجلش. في اوقات كده بتبقى حاسس ان الفراوده بتاعت الفرقه اللي قدامك مش شايفين النهارده فمش هيسجلوا. انا كان عندي الاحساس ده، انا كان عندي الاحساس ان بيراميدز لو سجل هيسجل بصعوبه وكنت مستني الهديه. روح عمل فاول، الفكره ان الفاول اللي هو عمله ده كان واخد قبليه انذار وعامل فاول قريب من ال 18 والحكم كان ممكن يديله طرد. لو الحكم اتلكك كان ممكن يديله طرد، انذار في انذار. طب انت عملت فاول في منطقه قريبه وانت عارف ان بيراميدز في لعيبه كوره كتير، في مصطفى فتحي، في عبد الله السعيد، في كتير، وليد الكارتي، في ناس كتيره ممكن تلعب الفاول ده كويس، في ناس كتيره عندها في رجليه. عملت الفاول وممكن تطرد فيه يعني، حتى ما فيش الدماغ ما بتفكرش خالص. فاول اتلعب، الحيطه واقفه، يعني بديهيات الحيطه ده الحيطه بقت بره عشان يتجنب فكره ان الحيطه بتنط. بقى في لعيب بينام وراها كده، كل الناس شافتها في كل الدوريات. كان في صوره مشهوره لمحمد النني في ارسنال، الحيطه عامله كده، كل لعيب خد خطوه ونط لوحده طبعا. وناصر منسي بينط وهو خايف من الكوره، مش عارف خايف من ايه يعني. انا مش عارف، طب لو انت خايف وقفت في الحيطه ليه؟ ما كنتش وقفت طيب يعني ده حتى لا فيش لعيب من بيراميدز مثلا، يعني في مثلا تكنيك كده بيتعمل ان لعيب من الفرقه الثانيه يجي يقف في الحيطه فلما يمشي فيسيب مكان. لعيب بيراميدز ما كانش حد فيهم واقف في الحيطه خالص. يعني ايه السر في اللخبطه الغريبه دي؟ فهي تعتبر اوبن شوت وصبحي مش واقف في زاويته لانها راحت في زاويه الحيطه. انا مش شايف ان هو يشيل فيها قوي، هي برده الكوره مش صعبه قوي وعبد الله مش شوطه قويه قوي، هي متشوطه على ارتفاع منخفض وفي يعني اقرب، مش واخده زاويه قويه، بس دخلت وتقدموا 1-0. والحقيقه في اللحظه دي انا ما شفتش يعني، انا حسيت ان خلاص الدنيا ضلمت، لان انا كان عندي امل ان احنا نفضل 0-0. فلا 0-0 انت ممكن تخطف، في نفس الوقت هم ما بيسجلوش فثقتهم بتتهز بنفسك وانت رجلك بتجمد في الملعب. لما دخل الجون ما حسيتش، مش شايف حد في الملعب ممكن يشوط على الجون ويسجل يعني. انا مش شايف حد في الملعب، يعني الموضوع كان صعب جدا في الشوط الاولاني. اوساريو بقى بين الشوطين اتدخل، خرج رؤى الحمد لله، خرج عمرو السيسي، وخرج لا مصطفى الزناري كمل شويه مصطفى الزناري كمل لحد ما عملنا الجون. خرج رؤى وعمرو السيسي ونزل نضاي ودونجا. خرج رؤى وعمرو السيسي وايشو. ونزل نضاي ودونجا ومصطفى شلبي. دونجا كان وحش الماتش اللي فات في افريقيا، بس دونجا نزل، انا ما اعرفش بقى عشان دي فرقته القديمه ولا هل يعني كان في حاله تحفيز. دونجا كان بيجري كويس، كان بيتحرك كويس، يعني دونجا مش بيستعيد الكره يعني مش بيستخلص زي طارق، بس هو كان بيجري بيحاول يعني بيجري صح، كان في شويه وعي في تحركاته. طبعا دونجا كان احسن من الاثنين مع بعض، وده اللي دايما دي الملحوظه اللي دايما ثابته ما بين دونجا ورؤى وعمرو السيسي، بغض النظر عن امكانياتهم. اللي بيلعب فيهم لوحده كارتكاز بيتساب له الدايره بيبقى احسن من فكره اتنين منهم موجودين في الملعب بيلخبطوا بعض بيقرننوا على بعض. بحس ان الموضوع بيبقى اصعب وهما الاثنين في الملعب، بنلعب باثنين ارتكاز بيبقى اصعب من واحد ارتكاز. يمكن لعيب ارتكاز وجنبيه مثلا فتوح وعمر جابر اللي هم لعيبه كوره اكتر شويه من الناس التانيين، بيبقى شكل الفرقه احسن. يعني لما بنلعب بالثلاثه اللي هم في نص الملعب بشوف دايما ان التوليفه اللي فيها واحد بس من دونجا، طبعا هو دونجا افضلهم نسبيا يعني. وبرده السؤال بخصوص اللعيبه اللي خرجت اعراض، يعني بخصوص اللعيبه اللي خرجت اعراض سواء ماجد هاني او حمدي علاء، هل الناس كانت شايفه ان دول اقل من رؤى وعمرو السيسي؟ طب على الاقل حتى لو هم زي بعض كنت خليت اللي مرتبه اقل وخليت اللي هو ممكن يتطور. دي لعيبه في اوائل العشرينات، مش لعيبه خلاص قربت تبطل ومش هتستفيد منها اي حاجه. ومع الاخذ في الاعتبار ان رؤى وعمرو السيسي اصلا الليفل ده احسن من مستواهم في العموم، يعني اوساريو شغال معاهم فرديا، انا مقتنع ان اوساريو لو خرج هنشوف نسخه اقل منهم، يعني دي قناعتنا. نزل نضاي ونزل دونجا ونزل مصطفى شلبي وكانوا كويسين، يعني كانوا يعني الملاحظ في الشوط الثاني اللي انت تشوفه بعينيك في الشوط الثاني هي فكره ان كان في قتال، اللعيبه كانت بتحط رجليها، يعني المنظر اللي شفناه في الحيطه في الشوط الاولاني ما تحسش ان انت شفته في الشوط الثاني من تراخي، ما كانش فيه تراخي، اللعيبه كانت بتحط رجليها جامد، كانت بتلتحم، كانت بتحاول، في كذا كره اتشاطت واللعيبه عملت تاكلينج، في لعيبه حطت دماغها، تحس الفرقه فاقت
فائت، بقوا عايزين يلعبوا. ولما بيحصل كده ربك بيكرم على طول. يعني اول ما اللعيبه بتقرر ان اللعيبه تلعب بجد ربك بيكرم. يعني بمجرد بس فكره ان يعني كان في لقطه مشهوره جدا في ماتش السوبر بتاع الترجي في 2020 لما طارق حامد ومحمود علي عملوا تاكلينج مع بعض. تحس ان اللحظه دي اللعيبه كانت بتجز. انا حسيت ان في الوقت ده احنا هنكسب. يعني هي فكره بتبان من ليفل الالتحامات، من ليفل حط الرجل، من ليفل الرجوله في الملعب بيبان. يعني على الاقل انت مثلا لعيب كويس او متوسط جايب اخرك. سجلنا الحمد لله وما اتاخرتش. يعني الجون جاي تقريبا في الدقيقه 55 او 56 وجات لي دونجا راح حاططها عادي جدا. يعني برضو ده بيفتح المجال للنقطه اللي احنا قلناها قبل كده 100 مره، ان مش لازم الشوطه تبقى قويه جدا ومركونه في اخر حته في الجون. حراس مرمى يعني احمد الشناوي ده من حراس مصر اللي هم بيقولوا عليهم دولي. يعني كره في نص الجون دخلت عادي جدا، عادي جدا جدا يعني. وبرضو في لقطه تقدر تشوفها في الجون نضاي مش في مسار الكوره، فهو مش اوفسايد. يعني مش اوفسايد. بس انا مش فاهم نضاي واقف ليه لوحده جوه الست يارده والكوره راجعه. يعني نفس حركه مصطفى الزناري اتعملت بس في الهجوم بنضاي، اللي هو فكره ان لعيب واقف لوحده اوفسايد بقى التاني مغطي الاوفسايد، وعيب واقف لوحده اوفسايد جوه الست يارده ومش واخد باله. في ايه يا ابني؟ ما تطلع. يعني اطلع مع لعيبه بيراميدز، اطلع مع لعيبه بيراميدز. يعني نضاي ده لو كان في مسار الكوره كانت صفر عليه اوفسايد. يعني وعلى فكره كان في حد تاني تقريبا مصطفى شلبي او حاجه برده كان جوه. يا اخوانا الاوفسايد احنا ما بنلعبش في الحاره. يعني ما بنلعبش بطوبتين. في اوفسايد والله، اللعبه فيها قوانين، في اوفسايد. يعني الموضوع صعب جدا. ده المحترف يعني المفروض يكون فيه شويه يعني. اتعادلنا وبعدين مصطفى شلبي كورنر قصير، اللي هي الميزه اللي عند نداي ان هو بيبقى خفيف في ال 18 يتحرك. يعني ايه، خطفها جون اتقدمنا. وانا ما كنتش شايف لبيراميدز راجعه. يعني انا كنت حاسس ان احنا هنكسب خلاص. يعني جت الغلطه اللي عملها مصطفى الزناري اللي اتكلمنا فيها دي وبيراميدز اتعادل. وبرده على الرغم ان بيراميدز عنده اسامي كبيره على الورق ومعاه مدرب انت ما تحسش كان في فرص ليهم الشوط الثاني قوي. يعني ما تحسش ان هي اكتر من بالونات بتتشعلق. او التغيير بقى لما حصل التغيير بقى اللي هو حصل خروج سيد نيمار. الناس هاجمت اوساريو وهو يعني اي حد متابع شيكا من 2022 شيكا لما بينزل واحنا متقدمين كان ساعات فيريرا بينزله فيرود. كان بيبقى فيه صعوبه انه يستلم بظهره، وكان فيه صعوبه ان شيكا يستلم. يعني تقريبا ماتش بيراميدز اللي كسبناه 3-0 ده الماتش الوحيد اللي شيكا نزل واحنا كسبانين وفرق فيه في سنه اللي هي اللي كسبنا فيها الدوري 2022. فشيكا هو اوساريو كان مغير ليه؟ كان مغير ان هو بدل سيد نيمار ان هو سيد كان بيجري اكتر بس سيد كان تعب. هو كان يمكن شايف ان هو اوساريو من نوعيه المدربين اللي ما بيحبش يضغط على اللعيبه كتير في الملعب. يعني هو بيعمل 5 تغييرات كلهم بيخلص تغييراته كلهم دايما في اول الشوط الثاني، بيحاول يجيب اخر اللعيبه بدنيا. فهو كان مستني ان شيكا يبقى متنفس من ناحيه دخوله لقلب الملعب، متنفس من ناحيه ان هو بيستلم، من ناحيه ان هو ممكن يحرك الفرقه شويه. للاسف شيكا ما قدمش ده والكور اتقطعت منه كتير. واضح انه ما كانش جاهز، واضح الفرقه كلها مش جاهزه بدنيا. مش هنضحك على بعض يعني الفرقه كلها مش جاهزه بدنيا. فابتدوا يضغطوا من الجبهه بتاعت رمضان ومحمد حمدي وابتدت تتفتح. بس برضه تحس العرضيات كانت سهله جدا. يعني تحس العرضيات برضه في وجود محمود علاء، رغم اللي انا بقوله محمود علاء بياخد العرضيات شويه وصحيح بينزلها على طرف ال 18. بالله محمود بحطها في الاوت. يعني خلاص يعني مش لازم تنزل العرضيات. يعني هي بديهيه العرضيه هتنزل على طرف ال 18 هتلاقي حد يحطها جون. يعني في احتمال ان حد جاي مكمل هيحطها جون يعني. فما تحسش ان بيراميدز هدد. طبعا الكوره اللي هي اللخبطه وراحت رمضان حطها، استفدنا في الشرح بتاعها يعني. وخلص الماتش مع طبعا طرد محمود علاء اللي هو اصلا ملوش مبرر وهيغيب الماتش الجاي يعني. وعندنا حسام عبد المجيد المشكله اللي حصلت مش حابب اتطرق ليها قوي طالما الجهاز عالجها. مش لازم الامور تكبر زي كل حاجه في الزمالك. يعني هو ساعات عدم وجود رد فعل يوم الماتش اللي هو مش هنعمل حاجه. يعني مش هناخد موقف، مش هنتكلم، مش هنقول، هننام. هنخش ننام، الماتش خلص هنخش ننام. فان شاء الله الماتش الجاي عندنا المقاولين في القاهره. النادي محتاج جمهوره، محتاج ان الفرقه يفوقها الجمهور. ان شاء الله باذن الله الناس تبقى موجوده، وان شاء الله الماتش الجاي اللعيبه تبقى احسن، وان شاء الله الدنيا تفوق اكتر. لان انا حاسس ان اللعيبه بتيجي مع الماتشات. يعني لما لعبوا بدنيا احسن من الماتش اللي قبليه يعني. في ملحوظه برضه انا غريبه، انا مستغربها جدا. يعني الزمالك قرعته هقولها ونقفل الفيديو. يعني الزمالك قرعته حطت بيراميدز اول ماتش في الدوري، والقرعه نفسها حطت بيراميدز للاهلي اخر ماتش في الدوري.
اول ماتش في الدوري ده بيفرق مع كيرفك، بيفرق لما تكسب، زي ما كان دايما بيقولوا المكسب بيجيب مكسب. انما انت ماتش الاهلي مثلا غالبا يعني الفرقه اللي بتخلص الدوري سواء الزمالك السنه اللي فاتت او السنه اللي فاتت ما كانش محتاج اخر ماتش. يعني 2021 الزمالك ما كانش محتاج ماتش البنك الاهلي. السنه اللي فاتت الماتش اللي هو بتاع احنا ما كناش عايزين اخر 3 ماتشات، يعني لعبنا الشرقيه للدخان اخر ماتش، احنا اخر 3 ماتشات ما كناش عايزينهم اصلا. الاهلي السنه اللي فاتت برضه اخر 3 4 ماتشات عايزهم. فانت اخر ماتش دي بتخلي ماتش بيراميدز الدور الثاني لو الاهلي بينافس، زي يعني لو حصلت تاجيلات والزمالك وقع بنقط كتير وبيراميدز ما كملش منافسه، هتخلي ماتش يعني الاهلي مثلا لو حسم الدوري قبلها ب3 ماتشات بتديله فرصه، زي ما عامر حسين قال قبل كده ان الاهلي هيخلص الدوري يبقى اخر 3 ماتشات ما لهمش لازمه. انا بقيس على نفس رد فعله، يعني على نفس كلامه، اللي هو فكره ان هو بيحاول يخلي لهم اخر ماتشين او 3 بلا قيمه. طب لو انت كده القرعه عليه وجهت ان الاهلي لاعب بيراميدز اللي هو المنافس المباشر في اخر ماتش في الدوري، في حين الزمالك لعبه اول ماتش، يعني مليون علامه استفهام على مليون حاجه. بس يعني الموضوع باين قوي ومكشوف قوي ان محاوله ان ماتش بيراميدز يبقى 3 بونت في الدور الاولاني، بحيث ان ايه ال3 بونت التانيين بتوع الدور الثاني ده الفريق شويه اللي ماسك نفسه ودعم وصرف ما يبقاش حاسم في موضوع المنافسه، ما يبقاش لقائه مع الاهلي حاسم الا لو المنافسه كملت لاخر اسبوع، ودي حاجه ما حصلتش اخر 3 او 4 سنين يعني. بشكركم وان شاء الله باذن الله نتقابل على خير في ماتش المقاولين وتكون الدنيا احسن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.